مين في معكم؟ تفضل. أشكر كل من ساهم من منظمات وأفراد ذكر اسمها سابقا وكانت هدية قابلة لإعادة الإهداء. نعم في جميع المنظمات السورية تكون رائدة في إطلاق هذه الفكرة. حتى ما أحتكر الكلام بإمكانياتنا المحدودة، ونقول شكرا تركيا على ما بذلته للشعب السوري. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حول التضامن والتعاون السوري التركي في إغناء مساحة غازي عنتاب بمساحة خضراء جميلة من أجل التعاون والانسجام في مدينة غازي عنتاب، ومن أجل تلك الهدف الأول لتلك الحملة والتي كانت وأنا متأكد سيكون لها أثر إيجابي على المجتمع التركي. فنحتاج إلى هكذا مشاريع حتى يتم لا أقول الاندماج، تركنا استعمال كلمة الاندماج حتى رسميا تركنا تعبير أو كلمة اصطلاح الاندماج، القبول، لأن القبول يكون من طرفين. الحملة حملة القلوب الخضراء هي حملة التآلف السوري التركي وزرع المحبة وزرع الاخضرار في العلاقة التي نأمل أن تكون دائما بإذن الله. اليوم هو انطلاق الحملة بالتشارك مع 6 منظمات سورية ومنظمة بلبل زادة، وإضافة إلى الجالية السورية في عنتاب ورابط السوريين في عنتاب. اليوم إطلاق رسمي. هناك 3 أيام توزيع النباتات إلى المحلات في 3 مناطق في عنتاب، هي بين إفلر والجامعة وقرطاج. ستوزع على المحلات والمارة والسيارات العابرة. طبعا هي حملة رمزية الآن، ونأمل أن تتمدد لتشمل كل تركيا. هناك تخطيط لحملة في اسطنبول وفي مناطق تواجد السوريين في كل الولايات التركية بإذن الله. طبعا يعني نحن ما كنا أعلنا عنه لوقت ما نحصل على التراخيص اللازمة، لكن بمجرد الإعلان عنه جتنا ردود أفعال رائعة من أخوة أتراك وحتى من المسؤولين الذين يعني أعطونا الموافقات والتراخيص، ومن كل من سمعنا حتى من السوريين، وهي بذرة لتكون تشكل عدوى إيجابية للناس لحتى يتهادوا بين بعضهم، يعني للسوريين للأتراك وحتى الأتراك للسوريين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، وهو شعار الحملة. اخترنا مشروع، طبعا في هدايا كثيرة، لكن أي هدية ما لها قيمة مثل الخضار. الخضار هو له قيمة عند الأحياء وعند كل الناس في كل الثقافات، له قيمة، إضافة إلى أن هذه الزرعة تتمدد في المنزل وتكبر. أنا لدي في منزلي 3 جدران مليئة بهذه النبتة، فتتمدد كما نأمل أن يتمدد الود والمودة والمحبة بين السوريين والأتراك. ومن الممكن أيضا أن يهدي أي حدا في بيته عنده هكذا نبتة ممكن يقطع منها ويهدي لجاره، فهي تنتشر وتتوزع وأثرها ممتد لأطول وقت ممكن. نحن اقترحنا مع جهات تركية، وبعد ما نخلص الحملة رح نبدأ فيها مباشرة. في عنا مشروع لكل مولود شجرة، كان مولود سوري أو تركي. المشروع قيد التحضير الآن. هناك مشروع لكل سيارة شجرة، هي تعويض عن الهدر في البيئة الذي تستهلكه السيارات ويستهلكه الإنسان. لكل مولود شجرة، كل مولود بإمكانه أن يخرج كل سنة ويراقب نمو الشجرة مع نموه، ويبقى تآخي بين البشر والشجر.